تعالوا نشوف اختراعات الهند اللي ما بتخلص. بصوا البتاع اللي هو بيحطه ده بيحمصه. انا قبل كده كنت منزله لكم فيديو، قلت ايه الحاجه اللي بتحمص فيها. ناس قالت لي ده ملح، وناس تانية قالت لي رمله. فبصراحه انا مش عارفه، بس انا ارجح مثلا ان هو يكون ملح. تمام. بصوا البتاع نفش ازاي. احنا في حاجه هنا عندنا اسمها الفنكوش، بنجيبها للاولاد كده، بس بتبقى شبه المكرونه، بتبقى شبه المكرونه المتحمصه كده. اول ما بتحط في الزيت بتنفش وتكبر كده. بيتهيألي ده زيه، حاجه كده زيه. هو طبعا عندهم حاجات بالهبل. بصوا زي ما انتم شايفين كده، يبتدي يعمل الفشار بنفس الطريقه. بصوا هو المنظر حلو قوي، منظر ان هو بيحمص الفشار او البتاع التاني ده. انا عايزه اعرف اسمه ايه. شكله حلو، الوانه حلوه قوي. ده لو بيتباع هنا بيبقى حلو قوي للاطفال. بص طريقه تحميص الفشار. دايما بلاقي عندهم اختراعات حلوه. بس هما طبعا النظافه عندهم في ذمه الله. اما بييجوا يعملوا اكلات اللي هي الاكلات الشوارع عندهم، طبعا النظافه في ذمه الله، مفيش نظافه بجنيه. بس الاكل بتاعهم مشابه لينا شويه، انه بس طبعا بهاراتهم كتير جدا. يعني هي بلد البهارات. بس انا عايزه حد يقول لي هو اسمه ايه اللي هو بيتحمص فيه. لما طلبت منكم تقولوا لي قبل كده هو ايه، قلتوا لي ده ملح. الناس اجمعت ان هو ملح، اللي هو ملح بيحمص. ولما بيصفيه كده طبعا الملح كله بينزل من المصفى اللي هو ماسكها دي. بصوا ده جميل جدا، ده اختراع حلو قوي اصلا للاطفال، اللي هو بتاع الملون ده. بصوا اصلا الوان واشكال، عنده حاجات كتير جدا. يعني هو الفرش اهو، بصوا جميل. عاجبني قوي ده بقى، بتاع الملون ده عاجبني قوي. انا بتهيألي هو ده برضو فنكوش زي اللي عندنا، بس ده ملون. اللي عندنا لا. ياما البلاد فيها ياما اختراعات وفيها حاجات كتير، وكل بلد طبعا وليها طريقه، وكل بلد وليها شيف. بس حلو ده، جميل قوي ده لو جبنا للعيال الحاجات دي واحنا عملنا لهم، هتغنيهم بقى عن الحاجات التانية اللي انتوا عارفينها دي. الحاجات دي بتحبها الاطفال جدا، فانا بحب اصلا عامه الحاجات الحلوه دي. ومنظرها حلو اصلا لما بتكبر كده وبتنفش، بتبقى منظرها جميل. حلو جدا. انتي اعملي لاولادك شويه فشار، اعملي لاولادك شويه فنكوش زي ده كده، اعملي لهم مثلا ترمس. الحاجات دي بتبقى احلى وافيد بكتير من الحاجات اللي بنجيبها لهم من بره. انا بحاول على قد ما اقدر اجيب لهم حاجات من دي اعملها لهم في البيت. بس بصراحه بتاع الملون ده انا اول مره اشوفه، ولو موجود وحد شافه هنا عندنا في مصر يقول لنا بيتباع فين. حلو قوي والعيال هتحبه كتير. اي حد عايز اتكلم عن اي فيديو منشن لي فيه، ده فيديو جالي منشن فيه فانا حبيت اتكلم عنه. يا رب اكون بقدم لكم فيديوهات تبسطكم، ويكون فيها لو في حاجه فيها فكره تعجبكم. ما تنسوش تحطوا لي اللايك الجميل بتاعكم. انا شيماء غريب، لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي كومنت حلو زيك. وكمان اشوفكم في فيديوهات كتيره حلوه تعجبكم. مع السلامه.